السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ورزع فيديو جديد لتوب 5 لأفضل 5 أظهرة رايت باك في اف سي موبايل ار بي. النهاردة أجيب لك 5 أظهرة ار بي في اف سي موبايل هما الأقوى كسعر وكأداء على أرضية الملعب. فالفيديو النهاردة هيكون قوي جدا، لأن زي ما بقول لكم كالعادة، لأن الرايت باك أو الار بي مركز حساس جدا ومن أهم المراكز في التشكيلة. فالنهاردة جيت لك بفيديو أفضل 5 أظهرة ار بي في اف سي موبايل. ولكن قبل ما نبدأ بتمنى منك انك تصلي على النبي، تذكر الله وتدعمني وتضغط على زر اللايك وتدعم عائلتنا على الرزاع وتشترك هنا في القناة. وليتس جو. ندخل الأول بقى على قسم السوق، وكمان هندوس على قسم البحث علشان نبحث عن مركز اللي احنا عايزينه النهاردة في الفيديو، هو مركز الار بي. طبعا عندنا لعيبة كتيرة جدا في مركز الار بي، ولكن الهدف الأساسي لاعب سعره يكون كويس وكمان الأداء بتاعه يكون قوي جدا على أرضية الملعب. نروح بقى لأول لاعب وهو أغلى لاعب هيكون معانا في الفيديو، ده لاعب الوحيد تقريبا اللي هيكون سعره متخطي ال 100 مليون، وهو الأسطورة كايل وولكر. الصراحة أنا ما بحبش أختار اللعيبة الغالية، ولكن اللاعب ده أسطوري بطريقة مش طبيعية. يعني هنا ممكن يعني كل النسخة الخضراء والنسخة الزرقاء والنسخة البنفسجية التلاتة بنفس السعر. يعني غباء من ايه الصراحة. ممكن مثلا تجيب النسخة الحمراء ب220 مليون. حرفيا ظهير هاكرز هاكر مهكر اللعبة. تخطط الدفاعية قوية جدا، التدخل عنده 108، والسرعة بتاعته 110. وكمان القوة الجسمانية عنده قوية جدا، والعرضيات ممتازة جدا، والتحكم بالكرة وردود الفعل والرشاقة. حرفيا متكامل. وكل طاقاته قوية جدا جدا كظهير في لعبة اف سي موبايل. فالصراحة انصحكم بيه بشدة للناس اللي معاها كوينز، وده تقريبا اقوى ظهير في اللعبة بعد ترام. نروح لتاني ظهير معانا، واللي فاجئني الصراحة بطاقاته، الأسطورة الألماني فيليب لام. حرفيا أنا اتفاجئت يا جماعة جدا من طاقاته. يعني أنا لما جيت أدور أشوف مين اللي ينفع أقوله ومين اللي قوي ومين اللي سعره مناسب، حرفيا كل حاجة اتوافقت معاه. يعني ممكن تجيبه مثلا النسخة الحمراء ب100 مليون بالظبط، وهاكر حرفيا يا جماعة. سرعات 94، ولكن بص الطاقات الدفاعية، مفيش حاجة في الطاقات الدفاعية أقل من 101. المراقبة 105، تدخل وقفا 101، تدخل بزحلقة 101. الإدراك عنده 106 قبل ما يتدرب، قبل ما يتعمل له أي حاجة. وردود الفعل عنده 103. التحكم 99. حرفيا طاقاته قوية جدا جدا، ومن أحسن الأظهرة اللي بتعمل عرضيات. العرضيات بتاعته 102. فالصراحة المدافع ظهير قوي جدا جدا، وهيفيدك كسعر وكأداء على أرضية الملعب. الصراحة فيليب لام لاعب هاكر جدا جدا جدا. نروح لتالت ظهير معانا وهو من هولندا، وبالتحديد جاي من نادي اياكس. راح طبعا لنادي ارسنال، هو الاسطورة تيمبر ب90 مليون فقط. تقدر تجيب ظهير هاكر معاك في التشكيلة. سرعته 99، وطاقته الدفاعية لا ما ينفعش حد يتكلم عليها اصلا. ده مهكر الدفاع حرفيا يا جماعة. المراقبة 105، التدخل واقفا 84، والإدراك 104. الحاجة الوحيدة بس الوحشة عنده لا تدخل بزحلقة، عنده 87. ولكن انت اول ما تديله التدريبات وتحط له نقاط المهارة على التدخل بزحلقة، حرفيا ممكن يكون اعلى من الحاجات التانية اصلا عنده. فحرفيا الظهير قوي جدا جدا الصراحة. كسعر وكأداء ب90 مليون فقط، انت عندك ظهير اوفر 102، وكمان بالطاقات الدفاعية والسرعة دي. فالصراحة لاعب قوي جدا جدا جدا، وعجبني الصراحة تيمبر. نروح بقى للظهير رقم 4 والظهير رقم 5، ولكن طبعا مش هنجيبهم من هنا. انت تخش على التصفيات، وبعديها تخش على البرنامج وتختار التلات الحاجات دول. هتختار الايقونات، وكمان الهيرو، وكمان تختار الذكرى السنوية، وتضغط على زر البحث علشان نجيب الظاهرين الباقيين. وهو اول واحد الاسطورة هاكر. اقسم بالله اقسم بالله، بالنسبة لي الاتنين دول الاتنين اقوى من كير ووكر. الاول طبعا هو الاسطورة كايدو. اللاعب ده يا جماعة مش طبيعي. يعني بص، مثلا تجيبوا النسخة دي الحمراء ب85 مليون. شوف يا جماعة، شوف الطاقات بتاعته. شوف ما الدفاع مقفل حاجة اسمها الدفاع. كل حاجة في الدفاع عنده 105 يا جماعة. كل حاجة في الدفاع عنده 105، ده حرفيا مختم الدفاع. والسرعة عنده كويسة جدا 91. يعني ممكن أول ما تديله نقاط المهارة تحطها له في السرعة. وكمان اللاعب ممكن كمان يتطور، لأن البطاقة دي بتتطور. ممكن مثلا يبقى 103 أو 104 كمان.
فالصراحة النسخة قوية جدا جدا، واللعبة مديانا هاكر حرفيا. ميشائيل كايودو من نادي فيورنتينا. طبعا اللاعب ممكن يتطور الاوفر بتاعه عن كده. فالصراحة اللاعب قوي جدا وعجبني، تقارب الدفاعية قوية جدا، والتحكم والمراوغة والحاجات دي قوية جدا برضو. 104 و100. فالصراحة اللاعب قوي، ومن أقوى اللعيبة كسعر وكأداء على أرضية الملعب. نروح بقى لختام الفيديو الأسطورة اللي معرفش ازاي ده اللعبة منزلاه ب 18 مليون، اللي بيلعب جنب محمد عبد المنعم. اسمه كاليوس. انا قعدت احفظه قبل الفيديو برضو معرفتش. حرفيا لاعب ب 115 مليون. اتفرج بس اتفرج. السرعة بتاعته 105. سرعتهم 105. تخيل، صدق او لا تصدق. والسرعة هنا من جوه 107. حرفيا ده طيارة في الملعب. طب مش عاجبك ده؟ بص على الدفاع. المراقبة 107، تدخل واقفا 106، والتدخل بزحلقة 94، والإدراك عنده 106. حرفيا مختم حاجة اسمها الدفاع من ناحية السرعة، ومن ناحية الدفاع نفسه المراقبة والحاجات دي. يعني لو ده لعب عليه فينيسيوس هيجيبه بالسرعة، ولو عدى منه فينيسيوس هيقدر يقدر يعمل له بلوكات وكده. والمراقبة والحاجات دي قوية عنده بطريقة مش طبيعية. الظهير قوي جدا جدا يا جماعة، الصراحة ما حدش يفرط في اللاعب ده. لاعب قوي جدا جدا كسرعة وكدفاع. اللاعب قوي بطريقة مش طبيعية، وكمان العرضيات عنده 104. فالصراحة أنصحكم بيه. اسمه كاليوسز. انت تبحث عليه وهتلاقيه في السوق على طول. ولاعب قوي جدا صراحة. وبكده يا رزاق كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك ان تكون صليت على النبي، ذكرت الله، ودعمتني ودوست على زر اللايك. وجود باي.